بسم الله، حضرت الإشارة وانطلقنا لبداية الشوط الثاني. الشباب بثلاثية الزلزال، والأنصار الذي ودع وترك دوري زين رسميا كان يمني النفس في شوط أول بتقديم صورة مميزة، لكنه لم يحدث ذلك. هذه واحدة أمامية تتخلص. خطأ لمصلحة الشباب. نتائج الملاعب الأخرى أخص بالذكر المباراة اللي مرتبطة بهذا الملعب، وهي مباراة الرائد والأهلي اللي انتهى شوطها الأول بتفوق أهلاوي بثنائية نظيفة. يعني ذلك إذا تواصلت الأمور في الشوط الثاني إلى النهاية بهالوضعية، بفوز الشباب هنا وفوز الأهلي هناك، رحلة الحسم لن تكون حاضرة إلا في ليلة السبت المرتقبة هناك في استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، في لقاء الأهلي والشباب. هو اللقاء اللي راح يحسم الدوري، وبهذه النتيجة اللي واضحة أمامك الهلال رسميا يترك المنافسة في اللقب أو على اللقب. خلاص النتائج، الهلال باي 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 باي، خارج حسابات اللقب. تبقى الأمور محسومة ما بين الشباب والأهلي. كرة ملعوبة، تركي خضير، اسطنبولي يلعب له واحدة أمامية إلى مختار، منقولة طويلة أقرب لمارسيلو تفاريس بن والناس الوحيد في خط المقدمة، يلعبها عرضية لمين؟ لوليد عبد الله. سهل لوليد عبد الله اللي بصراحة في الشوط الأول كان مريح على خير. كرة ملعوبة، الوسطى عبد الله يلعبها أمامية تتخلص من المرواني. تركي خضير، تركي تطول من أمامه، ترجع لويندل، مبدأ إتاحة الفرصة. وين مسرح يا ويندل؟ كرة ترجع لعبد الرحمن أنس، سقوط للاعب الشباب. سلامات إن شاء الله. كرة إذن أنصارية، سقوط للاعب الأنصار. سلامات. هذا تركي خضير على أرضية الملعب. سلامات إن شاء الله. هذه الإعادة للكرة الأخيرة اللي كان فيها احتكاك ما بين الاثنين. في البداية من سقط حسن معاذ وبعدين تركي. عموما سلامات إن شاء الله. محمد النحيت حكم اللقاء بكل أمانة إلى الآن قيادة مميزة للمباراة وموفقة كالعادة. التحكيم السعودي في هذا الموسم قدم نفسه بشكل مميز. جمهور الليث في مؤازرة متواصلة. كنت أتحدث في الشوط الأول عن مباريات الفريقين بشكل تفصيلي. وصلنا لموسم 2001-2002، لقاء الذهاب في الرياض 1-1، التعادل الثاني اللي جمع الفريقين. سجل للشباب الحسن كويفي وسجل للأنصار ماما علي. لقاء الإياب كان في المدينة 1-0 انتهى للشباب، سجل الهدف بشير جهر. موسم 2004-2005 لقاء الذهاب كان في الرياض، الشباب ضرب بقوة برباعية نظيفة، سجل منها طيب الذكر اللي ما ينساه الشبابيين ريتشارد مانجا 3 أهداف وفهد فلاتة. لقاء الإياب بالمدينة كسبه الشباب بفوز أيضا عريض 6-3 أهداف. سجل أهداف الشباب يومها حسن معاذ المتواجد هنا في أرض الملعب، منصور الدوسري ومانجا وبودين الدرام 3 أهداف. سجل الأنصار سيلفي وكوستا 3 أهداف. كرة لعبت ويندل، خطأ. بصراحة فعلا الفوارق الفنية هي من تفرض واقع وسير المباراة. الشباب أفضل في كل شيء. كرة ملعوبة عطيف، ويندل يمرر له واحدة للوسطى عبد الله، تطول، متابعة إلى خارج أرض الملعب، ركلة مرمى. موسم 2005-2006 لقاء الذهاب في المدينة المنورة
اكتساح شبابي آخر ب5 مقابل 3. سجل الشباب العراقي نشأة أكرم وأحمد عطيف وعبد عطيف وفيصل السلطان وحسن معاذ. سجل للأنصار سيلفيو كيستا هدفين وفلافيو مانديفو. لقاء الإياب كان في الرياض انتهى أيضا للشباب 2-1. سجل للشباب جودين أترام وناصر الشمراني المتواجد هنا في أرض الملعب. سجل للأنصار سيلفيو كوستا. آخر لقاء جمع الفريقين كان لقاء ذهاب في الدور الأول اللي كان في المدينة، انتهى 2-0 بهدفي الشمراني ناصر وإبراهيم يتارا. هذه لقاءات الفريقين تفصيليا أقدم من خلالها الشكر الكبير للمؤرخ اللي دائما متعاون معنا الأستاذ سعود البركاتي بالتفصيل بالاسم بكل شيء أعطانا هي ونقدم له التشكيل. في بريدة الأهلي يقول للليث ما في أحد أحسن من الثاني، أنت ضربت بالثلاثة أنا أضرب بالثلاثة. الأهلي يسجل الهدف الثالث هناك في بريدة. يبدو موضوع الحسم ما منا مفر. ليلة السبت الجاي هي ليلة حسم الدوري المنتظرة، هي الليلة المنتظرة هناك في مدينة جدة. على إثرها يدخل الليث يومها بفرصتين، التعادل والفوز، ياخذ الدوري. الانتصار فقط هو من يضمن لقب دوري زين للفريق الأهلاوي كرة أمامية. والاتحاد يتقدم على النصر 1 في مباراته المقامة هناك في جدة. لحظة بلحظة نتواصل معكم من كل المباريات ومن كل النتائج، و7 لقاءات بشكل حصري تنقل عبر القنوات الرياضية السعودية. كرة أمامية بن ونان يلعبها على اليمين، عطية سقطة يا الله تبعد إلى ركلة الزاوية. حسن معاذ يخلصها إلى ركلة الزاوية للأنصار. شوف الإعادة، التونسي لعبها ولكن التوقيت المناسب كان حاضر لحسن معاذ وخلصها إلى ركلة الزاوية. كورنر للأنصار. أهداف الأهلي هناك محسن العيسى هدف وتيسير الجاسم هدفين. وهذه كرة مختار يتأخر، مقطوعة مرتدة سريعة، عمر الغامدي على الطرف الأيمن يأخذ لها مشوار أمامه تغطية وإلى الأوت من مراد مهدي إلى الأوت. رمية جانبية، هذه الإعادة أمامك، رمية جانبية لعبت. تبقى الأمور على حالها 3-0 في الشوط الأول. كان الزلزال ضرب فيها مرمى عبد بسيسي. كرة ملعوبة تفريس، مارسيلو يلعبها إلى الوسطى. عبد الله الوسطى في الطرف الأيسر يبحث عن زميل، وجد عطيف. أحمد عطيف يحاول يعدي. رمية جانبية للأنصار. جيباروف العائد من الإصابة على الطرف الأيسر، أفضل لاعب في آسيا، يمرر له واحدة إلى ويندل في الطرف، هي واحدة بالقصر يا الله باليسار لكنها مرت من أمام مرمى عبد البسيسي إلى ركلة مرمى. هذه الإعادة، شوف الإعادة، سدد بالقدم اليسرى ولكنها مرت إلى ركلة مرمى. الشباب اللي الحقيقة بها الفوز الليلة يوصل للفوز رقم 9 أو للمباراة رقم 29 من دون أي خسارة. لم يتجرع الخسارة منذ 28 مباراة ومباراة اليوم 29. كرة ملعوبة، محمد هي واحدة والتو، التونسي ياخذ له ركلة زاوية للأنصار. ركلة زاوية للأنصار اللي يحاول أن يقدم شيء في مباراة الليلة، شيء للتاريخ لا أكثر ولا أقل. كرة ملعوبة من هلال بالراس، تخلص بعد
شنقيط يلعبها لكنها سهلة في احضان وليد عبد الله. وليد يلعبها طويلة اقرب للمرواني بشكل غريب الى ركلة الزاوية، كورنر لمصلحة الشباب. ويندل وتقدم تفاريس في التنفيذ اذا البرازيلي. ويندل ركلة زاوية، البحث عن هدف رابع بالراس في مرة أولى، متابعة عبدو بسيسي، حصلها بسيسي. عبدو يلعب كرة طويلة عالية للوحيد، وما حد يقدر يلومه، وما حد يقدر يتكلم عليه، وما حد يقدر يعاتبه. الهلال 2 على نجران. التونسي محمد بن وناس الوحيد في خط المقدمة، يعني من يستطيع فعل شيء كبير في ظل وجوده لحاله، وفي ظل وجود كماشة مثل القاضي ومارسيلو تافاريس. كرة على الطرف، أنصارية عسيري إلى ركلة مرمى. 11 دقيقة تروح من أحداث الشوط الثاني، والشباب بثلاثية زلزال يتفوق إلى الآن. تعاد تنفيذ ركلة المرمى لأن الكرة يجب أن تغادر منطقة 18. أيضا الشباب في حال استمرار فوزه الليلة ويفوز في مباراة جدة أمام الأهلي، يعني ذلك يصل للنقطة 66، والرقم 66 ما أعتقد أنه سبق فيه أحد، هو رقم جديد. عموما ركلة مرمى اللعبة، عطيف أحمد يمرر، جيباروف يرسل له واحدة في اتجاه 18 بالصدر، تتهيأ، لا زالت في مكان ويندل. قوية نعم، لكنها بعيدة وزعلان ويندل، زعلان على المدافع المرواني. شوف ردة الفعل، ما عليه. هذه الإعادة تتهيأ في مرة هنا بالصدر من ناصر وباليسار، وكان هناك تدخل أيضا من المدافع عادي، ما كان قاصد أعتقد المرواني إطلاقا. لكن ويندل حرصا منه على مباراة الفاينل اللي أمام الأهلي، ما وده يتأثر بشيء. كرة مقطوعة، هلال الحربي في اليمين، مراد يلعب له واحدة مقطوعة عالية بالصدر. اسطنبولي، تركي خضير في مرة أولى وفي مرة ثانية مقطوعة في اتجاه زلزال. ناصر يلعب له واحدة. يا زلزال، والله بالفكر كانت رايحة، لكن مرت. شوف نظرة لبسيسي اللي كان متقدم ولعبها باليمين سقطة، لكن ما مشت معه، ما كملت يا ناصر، وراحت سليمة على مرمى لبسيسي إلى ركلة مرمى. وهنا رمية جانبية. الزلزال إذا استمر بوضع التفوق بصدارة الهدافين فهو يسجل لنفسه رقم جيد جدا. عموما عدد الحضور الجماهيري في هذا المساء 1817 متفرج، 1817 متفرج هنا في أرضية الملعب. كرة وصلت أمامية، استلام المرحوم، مشاها إلى ويندل، خطأ في مكان أحلى منه ما فيه. البطاقة الصفراء تظهر هنا على المرواني. فهد، شوف الإعادة، تدخل الأولى مشاها حق المباراة، الثانية أعطاه بطاقة صفراء. هذه الإعادة، تدخل من الخلف على قدم ويندل، والبطاقة في مكانها، والخطأ الشبابي
اللي ممكن تشوف من خلاله جول رابع. ممكن تشوف من خلال هالكرة الثابتة هدف رابع للليث، لكن والله فيه أكثر من لاعب خلف الكرة. إلى الآن ما اتضحت الرؤية. ويندل وعطيف، حسن معاذ، جيباروف، وبيني وبينكم تحتار كل هالأسماء تجيد تنفيذ مثل هالكرات الثابتة. ويندل تركها، حسن معاذ، جيباروف، عطيف، اعتقد حسن معاذ ولا جيباروف، حسن معاذ ولا جيباروف، حسن معاذ باليمين ارضيه ولا جيباروف في مكانه ما راحت لا يمين ولا يسار، جته لحده ولعبها وطارت الى الاوت. ترى جانبيه هذه عاده هي زحفه لكنها في احضان لبسيسي عبده اللي كان في بداية المباراة أخذ له أكثر من كرة، تجلى في أكثر من مرة لكن ما طول. تميز السلسال كان حاضر. هذه كرة عرضية ساقطة بالراس تخلص وبعد. مختار شنقيطي يمرر في الدائرة، هلال الحربي يرسلها لبن والناس، مرور حلو بشكل جميل. التونسي محمد في الطرف الأيمن يلعب له وحده طمع فيها وراحت إلى ركلة مرمى. يعتذر لزميله، ركلة مرمى إذا للفريق الشبابي. هذه عادة. شوف على الجانب الآخر كان ينتظرها المرواني رائد لكن كرة راحت إلى ركلة مرمى. اللعبت هلال الحربي على أرضية الملعب، سلامات. تبعد الكرة بروح عالية. أعتقد اللي كان ظاهر معنا في الصورة فهد المنيف، واحد من الأسماء القادمة من الفريق الأولمبي. أعتقد راح يشارك في الدقائق المتبقية. فهد المنيف نعم 9، لكن راح ياخذ مكان مين؟ هل راح يريح ناصر الشمراني باعتبار المنيف راس حربة؟ عموما عودة لأجواء المباراة. رميها جانبية للأنصار. متى ودك تبتسم؟ بالثلاثة فريقك يضرب. أعتقد أنه مؤجل الابتسامة ميشيل إلى وقتها الطبيعي. متى وقتها الطبيعي؟ إذا حقق الدور. ملعوبة ويندل، القاضي نايف، تفريس يمررها عطيف، جيباروف يحاول يبحث عن زميل، وجد الوسطى في الطرف الايسر، عبد الله مررها لعطيف، احمد يحاول يعدي من امام اسطنبولي. خطا للليث، خطا للشباب. التبديل الانصاري بدايه دخول لبيب من غادر من الانصار. هلال الحربي، اعتقد هلال الحربي اذا غادر فهو مصاب. اذا 11 من الشباب. احمد عطيف يترك ارضيه الملعب. مدرب الفريق اطمأن على نتيجه المباراه. احمد عطيف من اللاعبين المهددين بالايقاف، قال له تعال ريح حبيبي خلاص المهمه انتهت. هنالك مهمه اخرى تنتظرنا في ليله السبت. خطأ للشباب. هذا عطيف اللي اخذ تحيه حلوه من جمهوره. كرة ثابته ملعوبه على القائم البعيد بالراس سليمه الى ركله مرمى. راسيه اعتقد ناصر شمراني كانت بعيده، راحت الى ركله مرمى. لبسيسي، صافرات الاستهجان اللي كانت في الشوط الاول لما كانت النتيجه تعادل سلبي كانت حاضره. الان بعد الثلاثه خلاص جمهور الليث ترك بسيسي في حاله، ياخر ما ياخر بكيفه. كره ملعوبه الاسطى عبد الله، عرضيه القاضي
النايف يلعب له واحده طوليه اماميه، جيباروف الى ويندل، ويندل باليسار راح يرسل له واحده سليمه سليمه الى ركله مرمى. ركله مرمى، هذا احمد عطيف اللي ترك ارضيه الملعب. مجهود وافر ما شاء الله تبارك الله ابو عطيف في منتصف الميدان. ركله مرمى، هذا البديل فهد المنيف من الاسماء الشابه التي يقدمها شباب في هذا الموسم. الوسطى عبد الله، الوسطى يلعب كره، جيباروف يرسلها، عسيري براسه تصل من جديد، الغامدي اقرب للمرواني، عاليه حائره عشوائيه تماما، تتهيأ، وصلت تركي خضير، لبيب الى تركي، تركي خضير اتجاه الخلف الى عبد السيسي، اسطنبولي السوري يلعب له واحده اماميه طويله تصل في اتجاه المرواني، رايد طالت تركها وطالت الى الاوت، رميه جانبيه. هذا لبيب، محمد لبيب البديل، كرة تصل للقاضي. امور المباراة طبعا واضحة ملامحها تماما، اعتقد ان الموضوع حسم في شوط اول. كرة وصلت امامية، تخلص، ترجع من جديد للدائرة، احمد عسيري قاطعها بالراس، تتهيأ، ويندل لاعبها في مكان حلو، استلام جيباروف يوسع نفسه، ولكن التسديدة سهلة جدا، التسديدة سهلة وراحت إلى ركلة مرمى، أو هذا فهد المنيف، عفوا المنيف اللي سدد. ركلة مرمى إذا لمصلحة الأنصار، هذه إعادتها، ركلة مرمى ملعوبة. 3-1 في لقاء الرائد والأهلي، الرائد يسجل أول أهدافه. كرة ملعوبة أمامية للنصار، عرضية، وليد في الموعد، وليد في الموعد المناسب، تصل أمامية، جيباروف يعدي خط المنتصف لكن مقطوعة، تركي خضير إلى عبد الرحمن أنس. شباب كنا المباراة الأخيرة خلاص أمام الأهلي في جدة يوم السبت القادم، الأنصار مباراته القادمة أمام النجران يوم الأربعاء. كرة على الطرف، تتهيأ، تركي تصل مقطوعة، وانتو فهد المنيف وناصر الشمراني، المنيف يمرر واحدة بعيدة على الشمراني، هي أقرب لفهد المرواني. إذا 3-1 في مباراة الرائد والأهلي، هنا 3-0، ثلاثية الزلزال لا زالت العنوان الأبرز لأحداث اللقاء. بالراس وصلت في اليمين، مراد مهدي، وانتو خلف المراد لكنها يستردها، ويندل قاطعها، ويندل البرازيلي مررها، مرحوم ماجد الى جيباروف، حاول يعدي، رميه جانبيه. الوسطى على الطرف الايمن، استلام، فهد حاول يعدي، خذ له واحد، لعبها لحسن الى فهد المنيف في مكان حلو، لكن التغطيه تطول تروح الى ركله زاويه. الفيصلي يتقدم اذا على الاتفاق بهدف ثاني. الفيصلي في مباراته امام الاتفاق يضرب بثنائيه، وركله زاويه لمصلحه فريق الشباب. كورنر، ويندل في التنفيذ، والقائد بعد خروج احمد عطيف الزلزال. كره ملعوبه قصيره عرضيه لفه على القائم، لكنها
اقرب لبسيس. عبده بيمينه يلعبها الى المرواني. رايد رميه جانبيه. شباب استخلص ما يريده من المباراه في الشوط الاول. في الشوط الثاني بمجهود اقل قاعد يسير المباراه كما يريد. كره وصلت بن والناس يلعب له واحده. رايه وتسلل على لبيب. اوف سايد. اللعبت حسن معاذ. حسن في انطلاقه يحاول يعدي، مقطوعه من امامه. تركي خضير في استخلاص حلو، يمرر له واحده لمحمد لبيب. محمد لبيب يحاول يعدي، ما زال يمتلك الكره يلعبها بشكل غريب والله بشكل غريب. عموما تبعد من المنيف الى الاوت للاطمئنان هنا على سلامه تركي خضير. يا ولد حلوه منك يا فهد. سلامات يا تركي، سلامات يا تركي خضير. تركي خضير هنالك غزل كبير من بعض الأندية في الموسم القادم قد لا يكون في الأنصار، عليه عين، خصوصا إذا ما عاد الأنصار إلى دوري الأولى. فدوري زين اللي يلعب في دوري زين خلاص ما وده يتركه. لقطة حلوة ومنظر حلو. سلامات عموما خلاص. اعتقد موضوع الحسم للقب دوري زين بات واضح، خلاص اصبح واضح تماما. الاهلي والشباب يوم السبت القادم في تغطية خاصة عبر القناة الرياضية السعودية، وفي ليلة غير تماما. راح تكون هي نقطة الحسم من هناك والتتويج من هناك. هذه الإعادة للتسلل. كرة عادت عموما إلى الاوت. رمية جانبية للشباب. وليد عبد ربه حضر نفسه، ياخذ التعليمات الأخيرة من إيميليو مساعد المدرب، واللي اليوم هو يعتبر مدرب الفريق. رمية جانبية لعبت. شوط ثاني عادي تماما. شوط ثاني ابدا لم يرتقي للطموح، باعتبار ان الشباب طبعا زي ما قلت خلص الموضوع في الشوط الاول. هذه كرة امامية طولية. وليد عبد الله في الموعد بعيدها راس، خطأ لمصلحة الشباب. الشباب على فكرة يعتبر أقوى دفاع في الدوري، لأن شباكه لم تتلقى إلا 15 هدف فقط. كرة ملعوبة تصل خلفية إلى نايف، عرضية من الغامدي راحت إلى الاوت. رمية جانبية. تفاريس ايضا رمية جانبية. خلاص واضحة الملامح. الاتحاد والنصر الدقيقة 70 1-0 الاتحاد. الرايد والاهلي 3-1 الاهلي. الشباب والانصار هنا 3-0. نجران والهلال 2-0 للهلال. الاتفاق والفيصل 2-0 للاتفاق. القادسية وهجر 1-0 للقادسية. بقت نتيجة الفتح والتعاون. تبديل وليد عبد ربه مكان مارسيلو تافاريس البرازيلي، يترك مكانا لوليد عبد ربه. اللعبة كرة لمنيف عرضية في اتجاه القاضي. نايف يمرر. جيباروف يحاول يبحث عن تمريره، وصلت للبديل. وليد عبد ربه يلعب واحدة وين بعيدة طويلة إلى خارج أرض الملعب. ركلة مرمى.
هذا وليد، ركلة مرمى. بهذه النتائج اللي امامنا، واذا انتهت الامور امور الجوله 25 على هالوضعيه، يكون وضع الحسم للقب زي ما قلت في الجوله القادمه، الجوله الاخيره في جده، في مباراه الاهلي والشباب. طبعا الشباب يومها راح يدخل المباراه بفرصتين، الفوز والتعادل. الاهلي بخيار وحيد وهو الفوز. كره لعبت بالراس، تتخلص مختار السالك، يلعب له واحده الى محمد بن وناس على الطرف الايمن، يحاول يعدي امام القاضي، صدم ترجع محمد، وقف على كورته يحاول يعدي من امام القاضي، يلعب له واحده عرضيه سهله لوليد عبد الله، سهله لاحضان وليد عبد الله. فهد المنيف، حسن معاذ، حسن يمرر، قصيره خاطئه ترجع للمرواني، مقطوعه عبد الرحمن انس، حاول يلعب واحده بينيه وصلت في مكان، هذه خطره يا ولد. القاضي في الموعد بلقطه يستخلص من خلالها الكره، والسلامات. نلعب فعلا، دام ان الحكم اشر العب والرجل ما عليه خلاف. هذه الاعاده، هذا التدخل الاخير. لبيب عموما قام بالسلامه، استخلاص الكره، يمكن كان في احتكاك مع الاستخلاص. عموما الامور طيبه، وتمريره اماميه ناصر الى جيباروف، البحث عن عرضيه بالراس، المرواني لا زالت في مكان، لمسيس يقرا عبده، تتهيأ وليد، الوسطى ويندل الى عبد الله من جديد، خطا وفي طاقه صفراء على محمد لبيب. زعلان لكن مبدا تاخذ حقك بيدك هذا مرفوض. هذا محمد لبيب اخذ بطاقه صفراء. شوف الاعاده، شوف التدخل، كره لعبت وصلت لويندل الى الدائره، عمر الى ويندل من جديد، الى وليد عبد ربه، وليد يمرر، حسن معاذ على الطرف الايمن، المنيف فهد يلعبها، عمر الغامدي يمشيها لنفسه بشكل حلو، عمر لازال حاول يعدي، خطا للشباب، خطا على عبد الرحمن انس، خطا على عبد الرحمن انس في منتصف ملعب الانصار. الاعاده واضحه والتدخل واضح، وويندل خلف الكره الثابته، ويندل البرازيلي اذا في مكان، حيلعبها ساقطه ولا يلعبها مباشره في اتجاه المرمى؟ راح نشوف، اعتقد انها راح تكون عرضيه، حوارات داخل الصندوق، عرضيه لفه سهله الى احضان عبده، سريعه، مختار السالك يحاول الانطلاق بمرتده، مختار عليه تغطيه، عمر الغامدي خطا، سريعه ملعوبه، مراد مهدي اختراق توغل، يبحث عن تمريره بعيده طويله على بن والناس الى ركله مرمى. ركله مرمى اذا للشباب. بالفعل كل المعطيات قبل المباراه كانت تروح مع الشباب وتعطي الشباب الضوء الاخضر لتجاوز الانصار باريحيه. هذا ما حدث تماما مع كامل الحب والاحترام للانصار، لكن هذا ما حدث. الشباب لم يعاني كثيرا، كل الموضوع كان ثلث ساعه والزلزال مع الدقيقه 19 بدا الرحله، مرورا بالدقيقه 27 وصولا للدقيقه 45 حسم فيها الموضوع. شوط اول يا ميشيل يا برودوم هو من انهى الموضوع. 2-1 في مباراة الفيصلي او الاتفاق الفيصلي. كرة امامية تصل بينية تتهيأ، اسطنبولي خلص، خطأ للانصار.
خطأ للأنصار. النصر يبدو لي تعادل مع الاتحاد. كرة عموما ملعوبة بن والناس على الطرف الأيمن عرضية. إذا 1-1 في مباراة الاتحاد والنصر. النصر يتعادل عن طريق ضربة جزاء سجلها المحترف ريتشي. إذا ركلة زاوية للأنصار. كورنر، يعطيك العافية. كرة ملعوبة عرضية بالراس إلى خارج أرض الملعب. أول بأول من الكنترول ومن المعد الأستاذ ثنيان البقبل اللي يتواصل معنا بنتائج المباريات. جولة حساسة، جولة حساسة إن كانت لوضع اللقب وإن كانت لوضع الهبوط، وأيضا لمن يبحث عن التأهل لكأس الأبطال، البطولة الأخيرة للموسم السعودي. كرة ملعوبة. هنالك فرق حجزت الوصول رسميا، اللي هي الهلال بطل ولي العهد، الأهلي بطل كأس الأمير، الشباب اللي متصدر دوري زين، الاتفاق اللي المركز الرابع إلى الآن، الفتح والاتحاد أيضا. المتنافسون على البطاقتين اللي بقت نصر نجران، الرائد، الفيصلي، هجر. هذه 5 أندية تتنافس على ورقتين للعبور إلى كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال. إذا لم تظهر ولم تكتمل بوادرها في هذا المساء من خلال هذه الجولة، فالجولة الأخيرة راح تحسم الموضوع ما في شك. كرة وصلت، مختار السالك لعبها، تركي خضير، تركي حاول يبحث عن زميل في اليسار. أحمد عسيري، الأهلي يضرب وبقوة. 4، الأهلي يسجل الهدف الرابع. رباعية إذا في مباراة الأهلي. 4-1، وقلنا خلاص اتضحت ملامح الحسم. فيكتور السفاح يقول للشمراني الزلزال وراك، معاك خطوة بخطوة، زي ما حسم الدوري يوم السبت أيضا حسم اللقب الهداف راح يكون يوم السبت. مين راح يحسم؟ والله في لقبين في أرضية الملعب. نعم، في لقبين إلى الآن يوم السبت، في لقبين، واحد أهم من الثاني ما في شك، اللي هو لقب الدوري، واللقب الثاني الهداف. لكن من يحسم لقب الهداف يمكن هو من يحسم لقب الدوري. ليش؟ لأنك لما تسجل تأخذ الدوري ما في شك. كرة وصلت، المرواني يحاول يعدي أمام التغطية، ترجع إلى مختار السالك، يبحث عن عرضية، يعدي، يلعب له واحدة إلى ركلة زاوية. كورنر. جولة مولعة. هجر يتعادل مع القادسية. أيضا في المؤخرة يا جماعة الأمور صعبة جدا. ركلة زاوية عرضية. إلى الآن لم نعلم من راح يرافق الأنصار، من راح ياخذ بيد ويا الأنصار إلى دور الزين. رامية جانبية تتهيأ، خطأ للأنصار في مكان حلو. 39 دقيقة، 6 دقائق عن الوقت الأصلي. ما بقى فيها كثر ما راح. الليث بثلاثية ناصر الشمراني يواصل صدارة دوري زين ويروح للنقطة 63 ويقترب كثيرا من لقب دوري زين. عسيري أحمد في كرة ثابتة للأنصار. أحمد عسيري لف على القائم الأول، خلص،
ترجع الى مختار، استلام حلو، البحث عن عرضيه ارضيه، مرت انقطعت، وصلت بعيده الى الاوت، رميه جانبيه من ناحيه حكم اللقاء. برافو عليك يا استاذ محمد، ما قصرت، كنت على حجم المباراه. رميه جانبيه، رميه جانبيه اخرى، تبديل. تركي خضير راح يترك ارضيه الملعب، والسنغالي محمد لاميني هو اللي راح يكون حاضر. بدري خلاص يعني عموما يترك ارضيه الملعب. تركي خضير والسنغالي ياخذ مكانه. رمية جانبية لعبت إلى السنغالي في أول لمسة، يحاول يعدي دياكاتي، يحاول في لقطة يلعبها واحدة عالية، وصلت لبن والناس، استلام مع دوران مع تمريرة إلى السالك بعيد كثير، وركلة مرمى. ركلة مرمى هذا لمصلحة الشباب. هذا التونسي جلال القادري، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. نعم، لم يجد حلول كثيرة، لم يستطيع منذ قدومه وتولي مهمة تدريب الأنصار أن ينقذ الأنصار، لكنه يحسب له أن استطاع الأنصار مع هذا الرجل أن يحقق الانتصار بعد أن كان يخسر في مباراة وراء الأخرى. الآن الأنصار عنده 3 انتصارات، كان آخرها أمام الفتح في الأربعاء الماضي. سلامات هنا لويندل، هذه عادة. احتكاك مع لبيب مرة أخرى. سلامات قام بالسلامة عموما ويندل البرازيلي، بلا شك انه اضافه لهذا الرجل ميشيل برودوب البلجيكي، واحد من افضل 16 مدرب عالميا، قدم نفسه بشكل مميز، استطاع بكل امانه الى الان ان يقود الشباب الى تصدر دوري زين. بقت خطوه، بقت على زين خطوه، الخطوه هذه يا بتعادل يا بفوز، يعني بفرصتين. الليث يدخل مباراة أمام الأهلي يوم السبت مباراة الحسم بخيارين: التعادل ياخذ الدوري، الفوز ياخذ الدوري. الخسارة كنك يا ابو زيد ما غزيت ابدا، كنك يا ابو زيد ما غزيت. كرة ملعوبة، الأهلي يتوج يومها باللقب. مراد الى الاسطنبولي السوري، يلعبها طويله بعيده اقرب لنايف القاضي، عاليه حائره براس المنيف. اصطدام قوي جدا، اصطدام قوي جدا بين المنيف والسنغالي محمد لاميني. سلامات ان شاء الله، سلامات. سلامات. أكرر، الاتحاد والنصر 1-1، الرائد والأهلي 4-1 للأهلي، نجران والهلال 2-0 للهلال، الاتفاق والفيصل 2-1 للاتفاق، القادسية وهجر 1-1، الفتح والتعاون 0-0. هذا جديد، هذا جديد. مباريات الجولة 25 إلى أعتقد الدقيقة 85 كانت. وصلتنا من ابو فيصل، يعطيك العافية. الكنترول اللي يحرك الترمومتر، اللي يحرك الجولة 25 عبر القنوات الرياضية السعودية، قلب النابض. في مباراة الاتحاد والنصر يبدو لي هناك في حالة طرد توكر من الاتحاد، وهنا ثواني فقط تفصلنا عن نهاية الوقت الأصلي.
وإعادة لأهداف الزلزال الثلاثة والأفراح بأشكالها وألوانها. هذا الثاني أقوال، إن بغيت بالراس إن بغيت بالقدم اليمنى، وكلها في شباك البسيسي. ثلاثية نظيفة للزلزال يذهب بها للنقطة 63 للشباب، يعني ذلك العبور والاقتراب من لقب دوري زين. سلامات لاعب الشباب فهد المنيف، خطأ للشباب. 3 دقائق وقت بدل ضايع، فعلا ما بقى فيها كثر اللي راح. معاذ يلعبها قصيرة، جيباروف في مكان يحاول عليه ضغط تغطية لكنه يلعبها بالكعب، مقطوعة أنصارية بشكل حلو. مرواني يعدي 1 و2، مرواني تركها لمحمد لبيب يلعبها للسنغالي في انطلاقة جديدة للأنصار في بحث عن هدف شرفي قبل نهاية المباراة. وصلت مختار شنقيطي، مختار وقف على كورته يلعب له واحدة عرضية، وليد عبد الله بتوقيت مناسب يحصل. والله أشبه بتمرين يا وليد الليلة. كرة لعبت حسن معاذ. إذا نبارك للليث، إدارة، جمهور، جهاز فني، لاعبين، كل الشبابيين، مبروك على هذا الانتصار والوصول للنقطة 63. النقطة 63 مستحقة بكل أمانة، والمحافظة على عدم الخسارة للمباراة 29 على التوالي. سلامات لفهد المنيف، سلامات يا فهد. جيباروف سامعين مدرج الليث يقولوا للزلزال موعدنا جدة. كنا في جدة في لقبين، لقب دوري ولقب هداف. 2020 حبايب متساويين، وانتو هنا مراد خلاص ثواني عن نهاية الوقت بدل الضايع. كرة لعبت طويلة أمامية، نعم الليث والنقطة 63. نعم الليث والبحث عن فرصتين. يا الله فيها راية، فيها راية عموما. شلوي عبد الله المساعد الأول، هنا الراية، شوف الراية، شوف، برافو يا أبو عابد، في مكانها سليمة. إذا الليث بخيارين، التعادل والفوز في المباراة القادمة يعطي الشباب لقب دوري زين. الخسارة تجير اللقب للراقي هناك في جدة. بكل الأحوال متابعينا مشاهدينا عبر القنوات الرياضية السعودية، حكم وقاضي هذه المباراة الأستاذ محمد النحيد يطلق صافرة